في 7 أبريل اليوم 39 من الحرب على إيران، يبقى السؤال والذي يشغل العالم شرقه وغربه: هل يتراجع ترامب تحت الضغوط والتحذيرات الدولية أم سيكمل بإبادة إيران بعد ساعات قليلة؟ إيران تتوعد بالتخلي عن أي محاذير سابقة في ردودها العسكرية، وأن المنطقة العربية والإيرانية ستدفع ثمنا باهظا لجنان ترامب. ترامب للأسف الشديد لم يجد من العرب من يقف في وجهه ويقول له الجنان ده سيدفع ثمنه العرب. في الحقيقة أعود وأكرر على حضراتكم تهديد ترامب والذي تبقى عليه ساعات موجه للخليج قبل أن يكون لإيران: قضاء على تلك المنطقة العربية التي استنفذت أغراضها والذهاب إلى ذبح البقرة بعد أن استنفذت الحل. التماهي العربي مع ترامب وقت غزة والركوع أمام شروطه ندفع ثمنه الآن. ساعات عصيبة على المنطقة، أمراء وحكام وشعوب، وترامب بيعلن بشكل واضح في تصريحات أمام الصحفيين: نحن نعود لعصر الغنائم، المهزوم غنيمة للمنتصر، والنفط الإيراني وبين قوسين الخليجي سيكون من حقنا لو انتصرنا. تحذيرات أوروبية غاية في الخطورة والارتفاع من خطوات ترامب الجنونية، ومطالبات في أمريكا بالكشف عن قوة ترامب العقلية. نتنياهو بإجرام يتفاخر بالبدء مبكرا في ضرب الجسور الإيرانية، وسلاسل بشرية وتظاهرات واعتصامات للشعب الإيراني في الجسور ومنشآت الطاقة. ضربات إيرانية لا تتوقف على الأراضي المحتلة، والبحرين تجر أديال الخيبة وتفشل في إخراج قرار من مجلس الأمن لفتح مضيق هرمز بعد الفيتو الروسي الصيني. مقتل جنديين من جيش الاحتلال في لبنان، ومضيق باب المندب على موعد مع الغلق الليلة إذا تصاعدت الحال. أهلا بكم في العالم الجديد، أهلا بكم في مع معتز.